أهلا بيكم في قناة مصر أرض الحضارة. حلقة النهاردة من داخل المتحف المصري في التحرير، درة المتاحف المصرية. القطعة الفنية اللي قدامنا دي هي تمثال القاع للملك الذهبي توت عنخ آمون. والتمثال ده ما كانش هو الوحيد للملك توت في الهيئة دي، لأنهم في الحقيقة كانوا تمثالين متشابهين في نفس الهيئة، ولكن فيهم اختلافات بسيطة. التمثالين كانوا موجودين على باب غرفة دفن الملك، وكأنهم حراس الملك في العالم الآخر، المستعدين دايما للدفاع عن جسده ضد المعتدين، خاصة مع وقفتهم المستعدة والمقمعة اللي ماسكينها في ايد والرمح الخشبي اللي ماسكينه في الايد التانية. التمثالين مصنوعين من الخشب المغطى بالجص ومطلي باللون الاسود واللون الذهبي. التمثالين متشابهين جدا في بعض الصفات الظاهرية، فالتمثالين واقفين نفس الوقفة المستعدة، والقدم اليسرى تتقدم للأمام. كل تمثال ماسك رمح خشبي في ايده الشمال ومقمعة في ايده اليمين، وكل تمثال لابس على صدره قلادة وسلسلة مزينة بجعران مجنح، ولابس نقبة طويلة واصلة لأول ركبته، ولابس أساور في إيده، ولابس صندل ذهبي في رجله. التمثالين عيونهم مرصعة، وعلى جبهتهم حية الكبرى رمز الحماية الملكية. ودي كانت الصفات المتشابهة بين التمثالين. أما عن الاختلافات بينهم، فأول حاجة كانت ظاهرة هي غطاء الرأس. فالتمثال المعروض في المتحف المصري يرتدي غطاء الأفنيت أو الخاط، وهو تاج يرتبط بالليل ورحلة المتوفي في العالم الآخر، ورمز لتجديد شباب الملك. أما التمثال الآخر فيرتدي غطاء الرأس الملكي النمس، وهو يرمز لاتحاد الملك مع الكيانات المقدسة أو المعبودات المصرية. تاني اختلاف بين التمثالين هو إن التمثال المعروض في متحف التحرير مكتوب عليه نقش بيقول إنه رع حور أختي، لكن النقش اللي مكتوب على نقبة التمثال التاني بيقول: النتر الصالح نب خبر رع ابن رع توت عنخ آمون حاكم أيون الجنوبية، يوهب الحياة الأبدية مثل رع طوال الأيام. وجود التمثالين على باب غرفة الدفن بالاختلافات دي في أغطية الرأس ربما ليه دلالة دينية، وده لأن غطاء الخاط رمز للرحلة الليلية في العالم الآخر، وغطاء النمس ربما للإشارة لميلاد توت عنخ آمون كملك مرة أخرى في العالم الآخر. وطلاء التمثالين باللون الذهبي ربما للتعبير عن رع الذي يرمز له بالشمس، وأشعة الشمس تشبه لمعان الذهب، وكأن رع هو اللي بيقف على باب غرفة الدفن ليحميها. فغرفة الدفن هي أهم مكان في المقبرة لأنها تحتوي على جسد المتوفي. أما عن سبب طلاء جسد التمثالين باللون الأسود، فده ملوش علاقة باللون الحقيقي لجسد توت عنخ آمون، ولكن بحسب العقيدة المصرية عند المصري القديم، فاللون الأسود بيستدعي خصوبة طمي النيل الأسود وقت فيضان النيل، وعلاقة الفيضان بالنماء والولادة من جديد، وإن كان من الطبيعي إن القاع للذكور بتكون باللون الأسود والبنات بتكون باللون الأبيض. ودي كانت قصة تمثالين غرفة دفن الملك الذهبي توت عنخ آمون. أتمنى لو عجبتك المعلومة ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة، واشوفكم على خير دايما.